المنتدى منبر للمناقشة والحوار وطرح اهتمامات المواطن اليومية وتبادل لوجهات النظر حول قضايا الساعة. المنتدى استضافة للمسؤولين وصناع القرار ومتابعة لصيقة لمجهودات الدولة وبرامج التنمية المختلفة. مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الحصة الخاصة في مناسبة انعقاد ملتقى جهوي بولاية توغورت للمنشطين الإذاعيين. نسعد في هذه الحلقة باستضافة سادة الضيوف لإثراء النقاش حول عدة مواضيع لها علاقة بالإرشاد الفلاحي وعلاقة كذلك الإرشاد الفلاحي بالإعلام بالإذاعة بالضبط. نسعد باستضافة السادة الأكارم نسيمة مغازي، ممثلة المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي والمكلفة بالأنشطة الإذاعية، بحريز حسين عن المعهد الوطني لحماية النباتات ولاية غرداية، حليمة خالد مديرة مزرعة البرهنة وإنتاج البذور إتيداس بالافيان، طارق بوستة منشط إذاعي بقطاع الفلاحة ولاية توغورت، سهام برقعة ممثلة مدير المصالح الفلاحية توغورت دائما، السيد أحمد كافي عن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة توغورت، والسيد كذلك عباس كمرشو عن المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية الواد، والسيدة ملكة مشيش عن قطاع الفلاحة بولاية ورقلة. أهلا بكم جميعا، شكرا لكم على تلبية الدعوة. في الحقيقة يلعب التنشيط الإذاعي دور هام في إيصال كل المعلومات، كل الإجراءات الجديدة المتعلقة بعالم الفلاحة إلى الفلاحين. وفي هذا الملتقى الجهوي الذي تحتضنه ولاية توغورت، يهدف هذا الملتقى إلى وضع تصور مشترك لنقل كل تلك المعلومات، كل جديد قطاع الفلاحة، وتحسيس الفلاحين بأهمية الزراعات الواسعة، وهذا هو موضوع هذا العام، والزراعات الاستراتيجية، إيصال هذه الزراعة وأهميتها إلى الفلاحين. أستاذة مغازي، نسيمة، أعتقد أنه الهدف من هذا الملتقى هو أن ينخرط المنشطون الإذاعيون المرشدون الفلاحيون في هذا السياق، وهو إيصال هذه الأهمية الاستراتيجية التي أعطتها الدولة للزراعات الواسعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، إيصال هذه الأهمية إلى الفلاحين. كيف عكستم هذه الفكرة أو هذا المحور أو هذا الهدف الاستراتيجي خلال هذا الملتقى؟ أهلا وسهلا بك أستاذة مغازي. شكرا لكم. أولا وقبل كل شيء السلام عليكم، شكرا على استضافتنا من خلال أثير إذاعة توغورت الجهوية. كما تفضلتم فإن المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي بصفته هيئة مختصة في الإعلام والاتصال للقطاع الفلاحي يقوم بتنظيم عدة ملتقيات لفائدة المنشطين الإذاعيين اللي هما مختصين تقنيين مهندسين أو تقنيين في مجال الفلاحة، واللي تابعين لمديريات المصالح الفلاحية في جميع الولايات عبر الوطن. يعني هذا الملتقى اليوم في توغورت هو الملتقى الجهوي لجهة الشرق. كنا نظمنا ملتقى جهوي لجهة الغرب في ولاية البيض في أكتوبر، وهذه الفترة رانا نظمناه في لفائدة المنشطين لجهة الشرق في ولاية توغورت، وإن شاء الله يكون ملتقى قادم إن شاء الله لفائدة المنشطين جهة الوسط الجزائري. هذه الملتقيات بتنظيم المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للفلاحة. الهدف منها هو نحطوا فئة المنشطين الإذاعيين في الصورة تاع المستجدات تاع القطاع الفلاحي، يعني بمناسبة يعني انطلاق الموسم الفلاحي لسنة موسم 2024-2025، وكما تعرفوا رانا في حملة الحرث والبذر. كاين مستجدات تطرأ على مختلف الزراعات الاستراتيجية، وإحنا يعني هذه الملتقيات الهدف منها أنه نبلغوا هذه المستجدات بمشاركة عدة هيئات يعني كما المعهد الوطني لحماية النباتات، المعهد الوطني كذلك لتطوير الزراعة الصحراوية، والصندوق الجهوي للتأمين الفلاحي. يعني هذه الهيئات كل ممثل يعني يتدخل، كل هيئات تبلغ هذه المستجدات في المجال الاختصاص تاعها لفائدة المنشطين الإذاعيين باش يقدروا هما يسطروا برامج إذاعية اللي فيها يكون يعني الرسائل اللي يوصلوها
للفلاح بطريقة مبسطة، بطريقة مفهومة. الدور تاعهم هو يعني التنسيق ما بين مختلف الهيئات الفلاحية، كل مناشط في الولاية تاعو، ويكون هو همزة وصل ما بين القطاع وتبليغ هذه الرسائل عبر الأثير الإذاعي للإذاعة المحلية للولاية. طيب أستاذة مغازي، نبقى معك. اليوم الفلاح تاع اليوم ماهوش الفلاح تاع التسعينات وتاع الثمانينات. علاش خيرتوا الإذاعة في ظل اليوم موجودة وسائل التواصل الاجتماعي أخرى وتوصل بالصورة والصوت كذلك؟ الإذاعة توصل فقط بالصوت. علاش خيرتوا الإذاعة؟ علاش راكم مركزين على الإذاعة في ظل وجود كل هذه الوسائط الحديثة؟ الإذاعة يعني هي وسيلة اتصال جماهيري بامتياز في الوسط، يعني في الوسط الريفي. الفلاح يقدر يعني الومضات اللي ينشطها المنشط الإذاعي في الإذاعة اللي تجوز كل يوم الصباح، الفلاح سهل عليه كي يعود متجه للمستثمرة تاعو يشعل الراديو يسمعنا ترافير، يعني في السيارة تاعو ولا في المستثمرة تاعو. يعني الإذاعة سهل وصول المعلومة للفلاح. هي تكنولوجيا إعلام واتصال فعالة في هذا المجال. يقدر الفلاح راه يخدم في المستثمرة تاعو في نفس الوقت راه يسمع، بينما ما يقدرش يستعمل مثلا الموبايل، ما يقدرش يستعمل الهاتف النقال ويتبع دي فيديو أو مواد إعلامية أخرى، ولكن الإذاعة يقدر يسمع ويخدم في نفس الوقت. طيب شكرا لك أستاذة مغازي. أستاذة حليمة خالد، مديرة مزرعة البرهنة وإنتاج البذور. في الحقيقة الإرشاد الفلاحي كل عام يركز على موضوع محدد. هذا العام يركز الإرشاد الفلاحي على مستوى وطني على الزراعات الاستراتيجية والزراعات الواسعة. هذا هدف نتاع الحكومة الجزائرية، هدف نتاع الدولة الجزائرية للوصول طبعا إلى الأمن الغذائي. والأمن الغذائي ما يجيش إلا إذا ساهموا فيه كل الفلاحين عندهم مساحات كبرى نتاع استثمار أو حتى مساحات صغرى، حتى الفلاحين اللي عندهم فلاحة معاشية. ولكن هل كل الفلاحين اليوم يعرفوا وعندهم كل المعلومات حول هذا الرهان؟ وهل تلعب الإذاعة هذا الدور، هو إيصال كل هذه المستجدات حول الزراعات الاستراتيجية والزراعات الواسعة؟ هل تلعب الإذاعة هذا الدور، توصلهم كل المعلومات عن طريق المرشدين الفلاحيين؟ كيف هي علاقتك أنت أستاذة حليمة خالد كخبيرة بالإذاعة وصولا إلى الفلاحين؟ تفضلي أستاذة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا لك على يعني مرافقتك الدائمة في كل الأنشطة اللي نقوم بها بالمعهد، وخصوصا في هذا اليوم اللي نبينوا دور الإذاعة أو دور إيصال المعلومة للفلاحين. طبعا المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية كان من المعاهد السباقة في تجربة الزراعات الاستراتيجية، سواء عند صغار الفلاحين كما قلت أو عند كبار الفلاحين. ولعل التجربة نتاع تقرت نتاع دوار الشمس عند السيد معمر بديجة بالكوك كانت هي اللي الشعلة التي يعني أنارت إعادة بعث زراعة دوار الشمس لما لاقت من نجاح في ظل الظروف اللي تزرعت فيها. لما نقول الظروف اللي تزرعت فيها، ملوحة التربة وملوحة المياه. اولا الفلاح هذاك اصبح كنموذج، وحنا اصبحنا نعملوا في يعني اطار ارشاد فلاحي جواري خاص بالفلاحين. يعني احنا ايضا في المعهد التقني لتنمية الزراعه الصحراويه نقوم بعمليه الارشاد والتحسيس الجواريه من خلال زرع حقول اضاحيه عند الفلاحين بظروف تلك المنطقه، يعني ظروف السقي او ظروف التسميد الى اخره. وفي عند الفلاحين الكبار اللي هم في المستثمرات الكبرى على غرار مؤخرا كما دخلت كوسيدار وسوناتراك لهذه الزراعة. طبعا هذه كلها من أجل كما قلت توسعة المساحات الزراعات الاستراتيجية، ومن أجل في الأخير تقليص فاتورة استيراد خاصة الحبوب كدرجة أولى، وبعد ذلك زراعة استراتيجية اللي رأسهم حاليا دوار الشمس اللي هو نبات زيتي مهم ويعطي مردود كبير في الزيت. احنا دورنا علاقتنا طبعا مع الإذاعة طبعا من خلال الأيام الزراعية اللي نقوم بها أو الدورات التدريبية نقوم بها، سواء في هذا المعهد اللي نشكره دائما فتح أبوابه، أو حتى جواريا في معاهد التكوين القريبة في كل بلدية، باش نوصلوا المعلومة إلى الفلاح بأكبر قدر ممكن. ولكن تبقى الإذاعة مثل ما قالت زميلتي سابقا هي وسيلة أسهل، لأنه الإذاعة لا تطلبش منك أن تلتفت وتراها يعني، أو تطلب منك أن تمسك جهاز
جهاز أو تمسك شيء، الإذاعة فقط أن تسمعها وتركز معها، وهذا هي الشيء اللي تخلي سلاسة وصول المعلومة. طبعا احنا دائما ما نوجه دعواتنا للإذاعة لحضور هذه الملتقيات، لأنها باش تبلغ الفلاح بطريقة مبسطة، سواء راح نكون في حدث قادم في الأيام القادمة من أجل أنهم يشاركوا فيه، أو من خلال الموائد المستديرة، أو من خلال الحصص التلفزيونية نقوم بها من أجل شرح مبسط لآلية يعني أو مسار تقني خصوصا للزراعات. لأنه مهما كان راح نقوم ب يعني دورات بشكل عام، ولكن كاين نقاط خاصة مثلا في التسميد، في السقي في وقت معين، هذيك هي اللي تدخل أهمية الإذاعة بشكل خاص. يعني هذا يعني في الأخير الدور راح يكون دور تكاملي، كل واحد يقوم بدور، والإذاعة هي مكمل طبعا لهذيك الأدوار من أجل نجاعة الزراعة الاستراتيجية. سي حارس حسين عفوا عن المعهد الوطني لحماية النباتات غرداية، مثل ما أشارت الأستاذة حليمة خالد، لازم نوصلوا كل المعلومات لفائدة الفلاحين اللي حابين ينخرطوا خاصة في الزراعات الاستراتيجية، وحتى المربين، لما لا، لأنه قطاع الفلاحة واسع جدا. نعطوهم كل المعلومات حول ضرورة احترام المسار التقني فيما يتعلق بنجاح أي تجربة زراعية معينة، ولكن الفلاح لازم يعرف كذلك بعض الضغوط، بعض الكوارث أو الصعوبات اللي تواجهه في أثناء الزراعة نتاعو في النشاط نتاعو، منها الأمراض مثلا. هل كذلك المعهد الوطني لحماية النباتات غرداية على علاقة وطيدة بالإرشاد الفلاحي من خلال الإذاعة، وهل يوصل كل مستجدات القطاع، مستجدات هذا المجال اللي تخدموا فيه أستاذ للفلاح؟ تفضل أستاذ سي خالد. دونك المعهد الوطني لحماية النباتات يولي أهمية خاصة للإرشاد الفلاحي من خلال يعني المحطات تاعو الجهوية المنتشرة عبر الوطن، بتشخيص الأمراض ومرافقة الفلاحين، وكذلك يعني مراقبة الظروف المناخية المناسبة مع يعني تطور النباتات، وفي حالة ظهور الأمراض يعني الأمراض خاصة اللي نخافوا منها هي الأمراض خاضعة الحجر الزراعي، اللي لازم صديقنا نتبعوها ونجنبوها، وبقيه الامراض الاخرى، لانه يعني ما يخفاش عليكم انه حمايه النباتات هي الزياده في الانتاج. دونك الارشاد الفلاحي نعطوها اهميه خاصه، وفي حال ظهور يعني الامراض نقوم بنشر يعني البيلتان دافيرتسمون اغريكول باش الفلاح يعني قبل ما يحدث المرض، اذا كان يعني الظروف المناخيه تكون مناسبه، وكذلك تطور النبته يعني نتنبؤ بحدوث مرض، نعلموا الفلاح باش يداوي ياخذ الاحتياطات نتاعو قبل حدوث الامراض. وكذلك من بين النشاطات يعني نقوموا بالارشاد الفلاحي في القاعات، يعني كما البرنامج تاع بي ارشات، ولا بالتنسيق مع مديريه المصالح الفلاحيه، يعني سواء يقترحوا لنا مواضيع ولا احنا نقترح مواضيع، نديروا تجمعات للفلاحين نفهموهم في كيفيه ظهور الامراض وكيفيه يعني الوقايه منها لتجنب الخسائر. هذه تقريبا بصفه عامه فيما يخص الارشاد. المنتدى. أستاذ أحمد كافي عن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي سيرما والوكالة المحلية للتبول. مسألة التأمين مسألة مهمة جدا، وكم يعني لاحظنا في السنوات الأخيرة من أخطاء كوارث طبيعية اللي لحقت خسائر فادحة جدا بالمحاصيل الزراعية، خاصة في المنطقة تاعنا المنطقة الصحراوية. وتعرفوا أنه فصل الصيف يشهد ارتفاع كبير تاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى أنه معظم الفلاحين تاعنا في هذه المنطقة يعتمدوا اعتماد كلي 100% على السقي عن طريق الكهرباء. إذن فيه أخطار، ولكن نسبة الفلاحين اللي راهم مأمنين على الإنتاج الفلاحي تاعهم، على النشاط الفلاحي بصفة عامة حيواني أو نباتي قليل جدا. أعتقد أن الفلاحين ما زال ما عندهمش المعلومات الكافية، ولازم تنخرطوا أكثر كصندوق نتاع التأمين الفلاحي في هذا المجال عن طريق المرشدين الفلاحيين وعن طريق الإذاعة، باش توصلهم كل المعلومات مبسطة باش ينخرطوا في هذا المجال اللي هو التأمين، لأنه ما نقدروش نوصلوا إلى مستوى تاع الأمن الغذائي إذا كان الفلاح تاعنا هو مازال في حالة خوف، ويبادر
يقوم بانتاج وفير، ولكن تجي اي كارثه طبيعيه تدي هذاك الانتاج كامل. دور الصندوق كذلك في ايصال المعلومه الى الفلاحين، خاصه من حيث تامين كل المنتجات وكل الانتاج النباتي او الحيواني. شكرا على الاستضافه. كما نعرفوا يعني النشاط تاع الصندوق الجهوي التعاون الفلاحي هو جهاز يعني يقدم خدمات تامينيه هكذا من خلال توفير باقات من عقود التامين، سواء التامين الفلاحي او النباتي. الا انه كما ذكرت يعني الفلاح مازال ما يامنش يعني 100% بعمليه التامين من خلال يعني كما نقولوا الوازع الديني ولا من خلال التكلفه. الصندوق هنا نتاعنا راه يوفر يعني عقود تامينيه يعني بابسط اقساط تاع التامين، وكما يقوم يعني بحملات يعني في عبر الاذاعه الجهويه تاع ورقه لتحفيز وترشيد الفلاحين قصد اللجوء الى التامين. يعني لا قدر الله في حاله يعني حدوث كارثه ولا شيء، يلقى هذا الصندوق اللي راح يعوضوا على الخسائر اللي لحقت به، باش يقدر يحافظ على النشاط تاعو ولا على المزرعه نتاعو. كما نقولوا. وثاني من فوق الارشاد عبر المرشدين الاذاعيين كاين حملات يعني تاع كما يقولوا ميدانيه تقربوا من الفلاح ونقدموا له كامل الشروحات والتحفيزات كما لي زافونتاج ولا يسموه، قصد انه يرجع ولا يسموه. يبقى هذا العزوف هذا يعني مازال نعانوا منه، والفلاح ثاني يعاني منه، يعني مش مقتنع يعني اقتناع يعني كامل بالعمليه التامين. الاستاذه سهام بورقعه مديريه الفلاحه تقولت من خلال ما اشار اليه الاستاذ احمد والاستاذ حسين والاستاذه حليمه، كل هذه الحملات التي يقومون بها لفائده الفلاح في مجالات مختلفه، ولكن يبدو انها غير كافيه، بالاضافه كذلك الى ما تقوم به غرفه الفلاحه وقطاع الفلاحه من عمليه تحسيس وتوعيه في شتى المجالات، ولكن غير كافي، لانه المعلومه لابد ان تصل الى الفلاح بكل الطرق. المجتمع الفلاحي تعرف بانه مجتمع مرتبط اكثر بارضه، يعني صعيب باش تلقى ساعه ولا نصف ساعه باش يجي حمله تحسيسيه او يحضر يوم تكويني او ارشادي من الصعب. ولكن هل تشوفي باللي لابد ان يخضع كذلك المرشدون الفلاحيون الى تكوين خاص، خاصه في مجال الاعلام، وين يوجدوا منصات اعلاميه، وين يوجدوا مثلا مواد اعلاميه تكون سهله تلحق الى الفلاحين، حتى هو في الدار، حتى هو في الفلاحه تاعو توصل المعلومه مهما كان النوع نتاعها، باش هكذا نقولون رانا نجحنا في تحدي ولا في رهان الارشاد الفلاحي يصل الى الفلاح اينما كان الموقع نتاعو. في ولايه تقول كيفاش راكم تتعاملوا مع هذا المجال اللي هو الارشاد الفلاحي يجب ان يصل الى كل الفلاحين مهما كانت المواقع نتاعهم؟ استاذه سهام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لنا شرف ان تستضيف ولايه تقورت هذا التجمع الجهوي. نرحب بالضيوف جميعا، ان شاء الله يكون ايام ان شاء الله تكون موفقه ان شاء الله. بالنسبه للفتره اللي تاع التجمع هذا، يعني فتره تعتبر فتره مدروسه بالفعل، لان نعرف انه درك بدايه الموسم الفلاحي. في بدايه الموسم الفلاحي في المنطقه نتاعنا نعرف في هذا بدايه الحرث والبذر، بدايه جني المحصول بالنسبه للتمور يعني، وبدايه للموسم القادم تاع ان شاء الله تاع التمور. بالاضافه انه الفتره هذه فتره بدايه تاع الموسم موسم يبدا فيه التامينات، يعني التامينات الفلاحيه تبدا بالموسم الفلاحي. يعني هذه الفتره هذه مدروسه جيدا، انه بالتجمع مواكبه للمعلومات اللي لازم المستجدات، وخاصه الاستراتيجيه الوطنيه الراميه الى توسيع الزراعات الاستراتيجيه، تقريب المعلومات للمنشطين والمرشدين الفلاحيين. من خلالها انه المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي كان استضاف المعاهد التقنية، كان الصندوق الجهوي معاهد حماية النباتات لتقريب ولإيصال المعلومات إلى المرشدين الفلاحيين بالضبط. ما يدور وما ينشغل للفلاح راهم على بالهم بهم المرشدين الفلاحيين. المرشدين الفلاحيين هزوا فكرة وانشغال الفلاحين وطرحوها إلى المصدر في حد ذاته، لكي في حد ذاته يجاوبوه على الإشكال وعلى تحفيزات الدولة، على دعم الدولة، على استراتيجية الدولة، لأن فيها
لازم نوصلوا الى الاكتفاء الذاتي. الاستراتيجيه الوطنيه هي لازم نوصلوا الى الاكتفاء الذاتي. من خلال هذه الايام، من خلال الورشات ان شاء الله اللي قمنا بها، رايحين نرفعوا انشغالاتنا، رايحين المنشط الاذاعي رايح يرفع انشغالاته في حد ذاته، رايحين نكونوا ان شاء الله نستخلصوا زبده انها تكون ان شاء الله توصل للفلاح، معلومه نوصلها للفلاح من خلال الاذاعه ومن خلال الجلسات اللي رايحين نديروها ان شاء الله في القريب العاجل. شكرا لك. في هذه الحالة حتى باش يكون برنامج الإرشاد الفلاحي ذو فعالية، وتكون عنده يعني يكون عنده برنامج كذلك موحد بين كل المرشدين الفلاحيين على مستوى وطني، هل يجب أن يخضع المرشدون الفلاحيون إلى تدريب، إلى تكوين معين في المجال الإعلامي على الأقل، حتى باش ننجحوا فعلا البرنامج تاع الإرشاد الفلاحي؟ ونعرفوا أنه برنامج الإرشاد الفلاحي كل عام فيه موضوع، فيه مستجدات، وباش ينجح لازم يكون المرشدين الفلاحيين عندهم كل هذه المعلومات ومحيطين بكل المستجدات تاع القطاع. على مستواكم، على مستوى المعهد، ما هو البرنامج المسطر الآن لفائدة المنشطين الإذاعيين هذا العام؟ أكيد المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي من خلال هذه الملتقيات يهدف كذلك إلى تكوين فئة المنشطين الإذاعيين، وذلك يعني ساعات يعني احنا ننظموا دورات تكوينية بحتة، أو يعني إضافة جزئية التكوين في هذه الملتقيات. يعني كما في الملتقى اللي درناه في جهة الغرب، كنا يعني استضفنا مختصين في مجال الإعلام والاتصال، اللي كانوا يعني حتى الورشات اللي درناهم كانت بتأطير من هاد المختصين، اللي يعني المنشطين الإذاعيين يقوموا بإلقاء ومضات، ويكون يعني المختص في الإعلام والاتصال هو اللي يعطي لهم يعني ملاحظات ويعني تأطير في مجال التنشيط الإذاعي. التكوين هو يعني محور مهم في هذه المهنة تاع التنشيط الإذاعي، وإحنا يعني نطمح يعني في المستقبل إن شاء الله بالتنسيق مع الوزارة الوصية لتنظيم تكوينات بحتة في مجال التنشيط الإذاعي. طيب، شفنا كنا نتابعه منذ سنوات يعني بعض الحصص والبرامج اللي عندها علاقة بالإرشاد الفلاحي، وكانت برامج مميزة جدا، كانت تمر عبر التلفزيون الجزائري وحتى عبر الإذاعة. الأرض والفلاح للأستاذ وحيد، لهذا البرنامج المشهور جدا. ولكن أعتقد أنه هذا الأمر ما يكفيش. أنتم اليوم كمعهد وطني للإرشاد الفلاحي درتوا مبادرة إعلامية جيدة جدا، وراكم في يعني ما زال ما عندهاش تجربة جديدة اللي هي بودكاست، منصة رقمية سميتوها إفادة فلاحية. الآن هذه المنصة كيف يمكن الآن للفلاحين من جهة يستفيدوا منها، وكيف يمكن للمرشدين الفلاحيين أنهم يثريوا هذه المنصة من جهة، وحتى احنا كإعلاميين لما نتكلم على قطاع الفلاحة كيف يمكن كذلك أن نثري هذه المنصة لتعود بالفائدة في الأخير على الفلاح. هذه المنصة كيف تقيمين هذه التجربة إلى اليوم؟ عندها عام تقريبا من اللي انطلقت المنصة. تفضلي أستاذة. شكرا على السؤال. هذا المشروع مشروع بودكاست إفادة فلاحية، هو مشروع انطلقنا فيه في أوت 2023، صافي يعني عام تقريبا من اللي انطلقنا في هذا المشروع. وهذا المشروع يدخل في إطار استعمال تقنيات الإعلام والاتصال في مجال الإرشاد الفلاحي. يعني كبودكاست، يعني الفرق فقط لي يعني يعني تعريف البودكاست، نفرقوا يعني الفرق ما بين البودكاست والإذاعة هو مكمل الإذاعة. البرنامج الإذاعي يبث عبر أمواج الإذاعة، وإنما البودكاست يبث عبر الإنترنت، عبر منصات استماع ومشاهدة عبر الإنترنت. وهو يعني ميديا جديد في مجال الفلاحي، اللي احنا يعني نطمح من خلال هذا البودكاست تجميع
وتثمين الأنشطة اللي يقوموا بها المنشطين الإذاعيين. هذا يعني في بودكاست إفادة فلاحية راح يعني اللي راح عندنا قناة في اليوتيوب، وعندنا صفحة في الفيسبوك والإنستغرام. هذه القناة نلقاو فيها البرامج والحصص المخصصة للفلاحة اللي تبث محليا عبر جميع ولايات الوطن. اليوم راهي ثمن عمل 24 منشط إذاعي. هل يمكن للمرشدين الفلاحيين، للمنشطين الإذاعيين تابعين قطاع الفلاحة اللي هم مرشدين، أنهم يساهموا في المادة الإعلامية في محتويات هذا البودكاست اللي هي إفادة فلاحية، باش مهما يكون الفلاح الموقع تاعه في طامراس، في الجزائر العاصمة، في تلبسان، في تبسة، يلقى المادة الإعلامية مهما كان اللي صنع المادة الإعلامية. هل يمكن أنهم يكونوا المرشدين الفلاحيين اللي هم حاضرين معنا اليوم أنهم يساهموا في هذا البودكاست هذا؟ أكيد المنشطين الإذاعيين، يعني احنا كمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي يقوم بمرافقة ودعم هذه الشبكة الوطنية للمنشطين الإذاعيين، ونتواصلوا معهم باش يعني النشاطات الإذاعية اللي يقوموا بها، البرامج اللي يسجلوها عبر الأثير الإذاعي يبعثونا التسجيلات، وإحنا نقوموا بإعادة بث هذا التسجيل. وهذا يسمح من جهة يعني يسمح للفلاح والمهتمين بالمجال الفلاحي بتلقي المعلومة بطريقة سهلة. كما على بالكم يعني رانا في عصر التطور واستعمال الانترنت. يعني هذا باغ اكزومبل على سبيل المثال الومضات اللي تمر 7:30 صباحا، الناس اللي ما قدرتش تسمعها على 7:30 الصباح عبر الإذاعة يقدروا يدخلوا قناة إفادة فلاحية بودكاست ويسمعوا الومضات اللي راهم حابين يستمعوا لها، اللي يلقوها يعني متوفرة عبر هذه القناة. المنشطين الإذاعيين يسمح لهم يتبادلوا يعني المعلومات فيما يخص ولايات اللي عندها نفس التوجهات الفلاحية، يقدروا يعني يستمعوا لزملائهم، وتكون هذه القناة إضافة لهم فيما يخص يعني إثراء هذا البرنامج الإذاعي تاعهم. وكذلك هذه القنوات، قناة البودكاست تعطيك إحصائيات مضبوطة فيما يخص يعني الفئة المستهدفة. يعني عندنا إحصائيات تقول باللي الفئة اللي راهم يستمعوا لهذه القناة لهذا البودكاست إفادة فلاحية تتراوح أعمارهم ما بين، هي فئة الشباب، تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 45 سنة. ويعطي لك يعني إحصائيات أسكو هما رجال أو نساء، ويعطي لك يعني نسبة المشتركين في القناة، يعطي لك نسبة الاستماع، يعطي لك يعني إحصائيات مضبوطة باش هذا المحتوى الفلاحي والإرشاد الفلاحي يكون يعني نديروا له تقييم عبر هذه القناة بطريقة مضبوطة. المنتدى. واعتقد انه البودكاست او اي ماده اعلاميه فلاحيه لابد على المرشدين الفلاحيين، على المنشطين الاذاعيين، ان يتقنوا مهاره انتاج هذه الماده بمختلف لي فورما الاشكال، خاصه من حيث يعني السمع البصري، لانه فلربما هناك شباب فلاحين اليوم، والشباب مرتبطين بالانترنت بمتابعة المحتويات السمعية البصرية أكثر من الفلاحين اللي يكونوا يكونوا في عمرهم كبير مرتبطين فقط بالإذاعة. وبالتالي فكرة البودكاست جدا مهم. طيب، يحضر معنا كذلك فلربما قدموها كنموذج ناجح، نموذج جيد لعلاقة الإرشاد الفلاحي وإتقانه للتنشيط الإذاعي، اللي هي الأستاذة مليكة مشيش عن مديرية مصالح فلاحية ولاية توغورت، واللي تخدم ورقلة عفوا. كذلك معنا نموذج نتاع توغورت راح نتكلموا معها بعد قليل. السيدة مليكة مشيش في ورقلة عندها سنوات وهي تخدم في المجال تاع الإرشاد الفلاحي عن طريق الإذاعة، تستعمل الإذاعة كمنصة إعلامية. هل علاقتك بالإذاعة دائمة أم مناسباتية؟ تقترحي أنت المواضيع والمجالات اللي تحبي تنشطي فيها، أم يكون برنامج بالاتفاق بين الإذاعة؟ السيدة مليكة مشيش، حدثينا على التجربة نتاعك في إذاعة ورقلة. أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا نشكركم على الاستضافة في هذه المادة، في هذه المائدة المستديرة. ثانيا أنا كل فخر يعني أني اتخذت كنموذج. مازال ما نقدروش نقولوا اني نموذج ناجح، لانه فتره قصيره يعني ما تجاوزتش 4 سنوات باش نقيم روحي ونقول لك راني منشط اذاعي ناجح. مازال التقييم مازال المده قصيره، لكن كل شرف انك بالخبره نتاعك وعطيتني هذه الصفه. ثانيا بالنسبه لاختيار المواضيع، أنا يعني بحكم أني في مجال تخصصي وهو الفلاحة الصحراوية، كانت لي فرصة أني نخرج من الروتين الإداري أو الخدمة الإدارية اللي تكون إدارية محضة، يعني خدمة إدارة مكتب من 8 ل 4 وتجي خارج. التجربة اللي نفتخر بها أني خرجت من هذه القوقعة، وأني كان عندي أعطيت لي الفرصة أني نكون أنا المنتج للمادة العلمية اللي تفيد الفلاح. ما يخفاكش الأخ عبد الغفار باللي راه كل ومضة إشهارية ولا كل مساهمة في حصة أو مائدة مستديرة راح تكون عندها أسبقيات وإرهاصات. هذه الإرهاصات سواء من الجانب العلمي، البحث العلمي اللي لازم تكون مواكبه، ما تكونش خارج الإطار. أي مستجدات لازم تكون على بالك بها، لأنك راك أنت راه المنشط الإذاعي عنده مسؤولية كبيرة. أن أي نصيحة أو أي إرشاد راح نقدمه للفلاح لازم نضمن أنه من الناحية العلمية عنده مصداقية وعنده فايدة، وراح يزيد حاجة، راح يزيد إضافة للفلاح. إلا ما نضمنش هذه المصداقية وهذه الإضافة العلمية، راني ما وصلتش النتيجة وما حققتش الهدف اللي راني موجودة من أجله، وهو الإرشاد الفلاحي. لهذا هو الهدف الأول نتاعي. إذن لازم قبل ما ندير أي حاجة لازم يكون عندي أسبقية كما قلت لك في البحث، ونقدم مادة علمية بالمستوى المطلوب وبالمصداقية العلمية. ثاني حاجة نهضر لك على التجربة نتاعي أنا اللي كانت يعني امتداد للتنشيط الإذاعي في ولاية ورقلة. راه ماهوش جديد، كان من الأخ سبقني الأخ إبراهيم قريشي اللي هو الآن راه مدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. أنا راني جيت لقيت البلاتفورم كاينة أو القاعدة كاينة، أنا راني نزيد نواصل. نتمنى أني يعني بتجربتي إن شاء الله راح نكون في المستوى اللي كان فيه الأستاذ إبراهيم قريشي، إضافة أني راح نضيف بصمتي الخاصة فيها. كما قلت لك بالنسبة لاختيار المواضيع، أنا الراعي أول حاجة أني مربوطة بالرزنامة الفلاحية، أني التدخل تاعي لازم يكون في وقته ويكون في بناء يعني في ضمن الرزنامة الفلاحية. أنا مثلا الآن كما راكم تقولون نهضروا على الزراعات الاستراتيجية اللي راها موضوع الحديث الآن، ما نجيش أنا درك ندخل نهضر لك على حاجة فات وقتها ولا مازال ما لحقنا لهاش. هكاك نعود أنا خارج مجال التغطية، وهذا ما يفقد أصلا مصداقيتي عند الفلاح. الحمد لله هذا الجانب الحمد لله ما عنديش إشكال فيه. بالنسبة لاختيار المواضيع، أنا نفتخر أني إذاعة ورقلة الجهوية أعتبرها بيتي الثاني، يعني ندخلها بدون أي حواجز. أنا اللي نختار الوقت، نختار الموضوع، نختار حتى توقيت التسجيلات. الحمد لله ما عندي حتى إشكال مع إذاعة ورقلة. احتضنتني على مع أنها يعني كما كنت نقول لكم قبل أنها يعني تجربة فتية، لكن لقيت الإعانة ولقيت الصدر الرحب من قبل مصالح الإذاعة. هذا ما أنا كنت نفتخر به. كما تلاقينا في مؤخرا في مارس في ولاية المدية في ملتقى جهوي تحضيرا لعملية الإحصاء الفلاحي،
نشوف باللي كاين زملاء من الولايات المجاورة علاقاتهم ما تقدرش تتخيل يعني كيف ما عندهمش هذه السلاسة والسهولة في ولوج هذه الإذاعة. أنا الحمد لله من نهار الأول ما كانش عندي حتى إشكال، ونظن راني كنت قبل ما تجي للتكورت كانت عندي تجربة معك الأخ عبد الغفار، وحتى زملائك من بعدك يعني واصلوا معايا المهمة بنفس طريقة العمل، ومش بنفس الطريقة فقط، يعني الحمد لله بكفاءة عالية وبفعالية جد يعني متميزة. الحاجة اللي نزيدها لكم يعني اللي أنا أفتخر بها شخصيا أني وين هذه صورته في لمستها في الإحصاء الفلاحي، أني كنت كان عندي أولا ما نظنش انه كان واحد على مستوى الوطني عنده تدخل يومي. انا عندي يوميا تدخل يومي عبر امواج اذاعه ورقله مع 8 غربه يتصلوا بيا يوميا، نعطيهم تقييم على عمليه الاحصاء وراهي واصله وش هي مشاكلنا وش راني حابه نوصل. هذه ما نظنش يعني على مستوى الوطني ما نظنش راه كان أنا واحد عنده هذه الميزه، نحمد ربي عليها. ثاني حاجة أنها أعطتني فرصة أنهم حتى كاين من الأقارب ولا من الجوارين ولا اللي عيطوا لي بالتليفون مليكة رانا سمعناك هضرتي على الإحصاء، هذا الإحصاء كيفاه داير، هذا كيفاه أنا نوجههم. يعني شوف وين وصلنا، أنها كانت وسيلة ماهيش الوحيدة ولكن وسيلة من الوسائل في إنجاح عملية مهمة اللي رانا من 23 سنة ما درناهاش، وهي الإحصاء الفلاحي. أني الحمد لله بفضل هذا الآخر رانا وصلنا أني في ولاية ورقلة رانا ديباسينا 100% في نجاح عملية الإحصاء. هذا لي زاكي كلهم يعطوني دافع، ماهوش يعني من الجانب المادي أو لكن تحس روحك أنك كنت مازال ما وصلتش للهدف اللي راني نحوس عليه، لكن الحمد لله لك يا ربي أني لقيت أني درت بصمتي وكانت عندي وقع على المستوى المحلي في ولاية ورقلة. نتمنى ان شاء الله هذا النموذج تاع ورقلة يتكرر في كل الولايات، وهكذا تتوثق علاقة المرشدين الفلاحيين المنشطين الإذاعيين مع وسائل الإعلام مختلفة خاصة الإذاعة. كل ما كانت هذه العلاقة وطيدة كل ما وصلت صورة أو استراتيجية قطاع الفلاحة، استراتيجية الدولة بأحسن صورة إلى الفلاحين، وهكذا ينعكس هذا الأمر إيجابا على تشجيع الفلاحين ودفعهم إلى الانخراط في كل العمليات. طبعا كذلك يمكن أن يساهم المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي في شكل توصيات أو اتفاقيات مع الإذاعات المحلية لإعطاء دعم وتحسين علاقة المرشدين الفلاحيين مع الإذاعات المحلية. هذا في ورقلة. في تقورت الآن سي طارق سي بوستة طارق منشط إذاعي، فلربما تقورت ما زالت ولاية فتية، ما زال ما عندهاش هذه التقاليد الإعلامية مثل ما هو في ورقلة، ولكن لازمكم برنامج عمل مع مركز الإذاعة اللي هو موجود في ولاية تقورت، برنامج عمل بين قطاع الفلاحة بينكم كمرشدين فلاحيين وبين الإذاعة من أجل إيصال المعلومة إلى الفلاحين. سي طارق، وشنو هو اقتراحاتكم من خلال هذا الملتقى؟ وراكم في ورشات واكيد راح تقدموا اقتراحات في هذه الورشات لكيفيه العمل نتاع المرشدين الفلاحيين وعلاقتهم بالاذاعه المحليه. وش هي اقتراحاتك في هذا المجال؟ وانا راني مثل الاذاعه فلربما ناخذوها كبرنامج عمل من الان وصاعدا. سي طارق مرحبا بك. في هذا الشان من خلال هذا الملتقى اللي كان ذو فائده الي شخصيا كمنشط جديد ذو خبره فتيه، اللي سمح لنا يعني أخذ مكتسبات من خلال مداخلات معها التقنية اللي حضرت معنا والهيئات كذلك المالية، دينا معلومات يعني تفيدنا غدا كيفاش يعني نحسوا الفلاح بقيمة هذه المزروعات يعني، والناتج اللي يرجع بالفضل على دولة جزائرية. فعلا الخبرة تاعنا يعني ما زلنا في البداية، وتمنينا يعني من خلال ملتقيات مماثلة تكون فيها دورات تكوينية فيما يخص الإعلام، يعني طريقة تنشيط، طريقة إيصال المعلومة للمعنيين اللي هم الفلاحين، طريقة الإلقاء كذلك، طريقة الإلقاء، لأننا نعرف باللي كل جهة راهي عندها خصائصها
ولازمك تتعامل مع هذاك الخصوصيه هذه. الخصوصيه تاع المنطقه، سواء لغويا سواء فكريا الى اخره. وحنا من خلال هذا البلاطو او هذه المائده المستديره نطلب يعني من الاذاعه المحليه بتكون تخصص لنا ايامات في الاسبوع لكي ندرس هذه القضيه ان شاء الله باش نكونوا في المستوى المطلوب. وبارك الله فيكم. شكرا لك، يعطيك الصحة. نتمنى إن شاء الله نعملوا وفق هذا المقترح اللي تقدم به سي طارق، بالإضافة كذلك إلى ربما البرنامج التكويني اللي اقترحه المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي لفائدة المنشطين الإذاعيين. راح نعملوا على هذا الأساس. سي عباس كمرشو، أنت ماكش منشط إذاعي، جيتنا من ولاية الواد عن المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية، ولكن جيت تستفيد من هذا الملتقى. وشنو هو الشيء اللي خديته من خلال هذا الملتقى؟ راه مازال في يوم ثالث، ولكن لحد الآن أكيد أنك شفت مختلف النقاشات اللي دارت في هذا الملتقى من خلال المداخلات وحتى الورشات. تفضل سي كمرشو. يعني أجمل شيء في هذا الملتقى أني تعرفت على أشخاص، ويعني هزت فكرة أنه لازم نبادر في المشاركة في ملتقيات أخرى من هذا القبيل. أحسن شيء هذا هزته، بحكم أني بعيد عن الاختصاص في الفلاحة، أنا أستاذ في الكيمياء ومن ولاية الوادي. طبعا لما نقول ولاية الوادي يعني أنه لازم نتوجه الفلاحة. يعني معظم الأساتذة اللي عندنا راهم بصفة غير مباشرة هم يمارسوا الفلاحة شخصيا أو عن طريق شركة. قضية أنه الفلاحة، علاش جيت هني بالضبط من الفلاحة؟ جيت الملتقى هذا هو نقل مجريات الملتقى هذا للجيل اللي راهو جاي. عندنا مهندسين راح يتخرجوا، عندنا تقريبا أكثر من 30 ولاية راهي عندنا الآن في المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية. بالطبع ونصح التعبير نقول جمع ثقافات محلية، يعني من المناعة، الواد، هكذا بالسكرة، كلهم راح يكونوا عندنا إن شاء الله. هذا من جهة. من جهة أخرى نأخذ ربما أشياء اللي لازم تنتج، اللي لازم تكون موجودة في قطاع البحث العلمي اللي راح تنطقلها الإذاعة. مثلا البحث العلمي دائما يسعى إلى شيء نسموه صح التعبير المودرنيزم ولا البوست مودرنيزم، ما فوقها شوية. ولو أنه الفلاحة تاعنا مش بدائية فلاحتنا احنا، أنا فلاحة على كل حال قديمة، عندنا فلاح نحاوسوا نزيدوها ولا مسمى بالعصر عندنا في اللغة. هذا الشيء راح كيش نخدمه، نديروا مثلا ما يسمى بالتكنولوجيا او حصيله التكنولوجيا العلميه، انتقال من البحث، ربط يعني الانتاج العلمي وحصيله البحث العلمي الى الفلاح، نقلها الى الفلاح. هذا الشيء اللي لازم اخذته في هذا الملتقى. لازم يكون عندنا هنا في قطاع التعليم بصفه عامه، وخاصه يعني المدرسه العليا للفلاحه الصحراويه والكليه الزراعه في الجامعه لازم تهتم بهذا المجال، توفير الشيء اللي لازم تنقله الإذاعة اللي هو التكنولوجيا، حاصلة التكنولوجيا العلمية. يعني في التكنولوجيا، في المنتجات، في يعني إذا كان عندي بحث علمي مش لا يكفي منشورة علمية، لازم وسيلة نقل، تولز هذه وش اللي ندورها الوسيلة هذه، ترانسفير، كونفاين، توعية، اويرنس، تشالنج، كلها تنقلها. وين تنقلها ما بين الجامعة قطاع تاع الفلاحة هذا، يعني ربط الجامعة بالفلاح ومحيطه، وهذا من هذا القبيل. هذا الشيء اللي هزيته فيه يعني. بارك الله فيك. شكرا لك سي كمرشو. احنا كإذاعة فربما ما نقدرش نكونوا متخصصين، ولكن الشيء اللي استخلصته من عندك انه اصريت على انه ملتقيات مثل هذه لابد ان تستمر. والشيء المميز الان في هذه الجلسة تحضر معنا ولايات الواد، توغورت، فربما ولايات أخرى، المغير كذلك. هذه الولايات متجاورة، سد مغازي، حتى باش نختم معك، ولكن الأكيد أنه فيها خصوصيات. هل السؤال الأخير الآن من خلال مخرجات هذا الملتقى الجهوي وحتى الملتقيات الأخرى الجهوية التي ستنظم على مستوى وطني حول الإرشاد الفلاحي وضرورة أن يطلع المنشطون الإذاعيون بدورهم في مجال الإرشاد الفلاحي، هل يجب أن يكون برنامج الإرشاد الفلاحي هو واحد في كل الولايات؟ احنا اللي مرانا ولايات متقاربة، أم أنه كذلك برنامج الإرشاد الفلاحي يجب أن يراعي خصوصيات كل منطقة حتى باش يعرف المنشط الإذاعي وش يقول، وش من ميساج، وش من رسائل اللي يوجهها لفائدة الفلاحين في مختلف مناطق الوطن؟ تفضل يا سادة.
أكيد البرنامج الإذاعي اللي راح يقوم بتصديره المنشط الإذاعي أكيد لازم ياخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة اللي راه ينشط فيها، يعني المنطقة والولاية، حتى فيما يخص اللغة اللي يقدم بها الرسائل والإرشادية تاعو. يعني عندنا منشطين إذاعيين اللي يراعيوا حتى اللغة المحلية للمنطقة اللي متواجدين فيها. تلقى منشط في منطقة القبائل يتكلم يلحق الرسائل باللغة بالقبائلية الأمازيغية، كاين في المناطق أخرى كذلك. دونك اللغة والمحتوى ومع مراعاة خصوصيات المنطقة مهم جدا في توصيل يعني كل واحد راح ياخذ هذا البرنامج اللي راح يتوصلوا عليه في الملتقى ويديروا ادابتاسيون يعني يكيفها مع المنطقة اللي راح يعني ينشط فيها. طيب. أظن أنه أهم نتيجة، أهم توصية لازم نخرج بها في هذا الملتقى وحتى من خلال هذه الحصة هو أن المنشط الإذاعي أن يكون ملم بكل مستجدات نتاع قطاع الفلاحة، هذا من جهة، ثم تكون عنده علاقة وطيدة بوسائل الإعلام مختلفة وخاصة الإذاعة من أجل أن يوصل هذه الرسائل، هذه المعلومات الجديدة إلى الفلاح لتعود في الأخير بالفائدة على التنمية الفلاحية بصفة عامة على المستوى الوطني. وهكذا نساهموا في أهم رهان رانا نعمل عليه كلنا كمجتمع جزائري هو الوصول إلى الأمن الغذائي. أعتقد أنه هذه أهم توصية لازم نخرج من خلال هذا الملتقى الجهوي والملتقيات الأخرى الوطنية. أكيد كما تفضلتم، هذه هي يعني التوصية المهمة اللي نخرجوا لها. وكتوصية أخرى يعني أهمية التنسيق ما بين جميع الهيئات اللي تكون عندها الصلة بالموضوع اللي يطرح في البرنامج الإذاعي. يعني إذا كنا نهضر على التأمينات الفلاحية لازم يكون المتحدث باسم صندوق التعاون الفلاحي يكون في ضمن المائدة المستديرة أو الحصة اللي يقوم فيها المنشط الإذاعي بالتطرق إلى هذا الموضوع. وإذا تطرق إلى موضوع آخر كذلك دائما إعطاء الكلمة للمختصين، الهيئات المختصة، كل واحد في المجال تاعو. وهذا يتطلب من المنشط الإذاعي أنه يقوم بدور التنسيق ما بين جميع هذه الهيئات باش المحتوى تاع البرنامج ولا الحصة يكون محتوى هادف وفعال، يعني المعلومات تكون من المصدر. إذن شكرا لكم جميعا. فقط أختم بهذا المقولة، هو أنه يمكن للإعلام خاصة الإذاعة أن تكون قاطرة للتنمية هي الأخرى من خلال إيصال المعلومة إلى المنتج، إلى الفلاح في المكان تاعه، في المستثمرة، في الحقل، مهما كان موقعه. شكرا لكم جزيلا على إثراء النقاش حول هذا الموضوع. تحدثنا عن علاقة الإرشاد الفلاحي بالتنشيط الإذاعي. أشكر السادة الأكارم: نسيمة مغازي، بحريز حسين، حليمة خالد، طارق بوستار، سهام بورقعة، أحمد كافي، عباس كمرشو. أشكركم كلكم بصفتكم على إثراء النقاش حول هذا الموضوع، ونشكركم أنتم أيضا مستمعين الأكارم على طيب الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء. المنتدى منبر للمناقشة والحوار وطرح اهتمامات المواطن اليومية وتبادل لوجهات النظر حول قضايا الساعة. المنتدى استضافة للمسؤولين وصناع القرار ومتابعة لصيقة لمجهودات الدولة وبرامج التنمية المختلفة.